هو في حد فعلا ممكن يفهمك من غير ما يحكم عليك؟ الفكرة بدأت من سؤال: ليه التكنولوجيا برضه؟ ليه بنحس بالوحدة واحنا وسط ملايين؟ عشان كده قررت اعمل حاجة مختلفة خالص. تمام، الفكره دلوقتي بتاعتي كالاتي: المفروض ان انا هعمل زرار اسمه كلم موجو، وده المفروض لما تدوس عليه هتدخل هتلاقي شات هتكلمني انا ولكن بنسختي الروبوتيه. هتقول لي ازاي هتعملها؟ انا الصراحه لسه معرفش، واول مره اعمل ذكاء اصطناعي اصلا، وايه اللي خلاني اعمل فيديو. فالمفروض ان انا يعني هحاول بقدر الامكان وبشكل ما ان انا اوصف نفسي واحلل نفسي للذكاء الاصطناعي، ومش عارف ازاي اعملها برضو، وايه اللي خلاني اعمل فيديو. فالمفروض ان انا عادي يعني احاول اخلي الذكاء الاصطناعي ده يتكلم بطريقتي ان شاء الله، لو حصل اصلا. يعني حاسس ان نص الكلام اللي انا بقوله ده كله مش اما الزرار التاني اللي هو فكرته ابسط شويه او ممكن تكون اصعب، اللي هو عباره زرار كلم نفسك. هتكلم نفسك بس بطريقه يعني غير مباشره شويه. هي بس ناكل شيبسي. دلوقتي انت لما تدخل على الزرار دوت المفروض هتدخل مثلا اسمك، بتتضايق من ايه، هكذا بقى كلام احنا مالناش دعوه بيه خالص. ليه بقى؟ عشان ده المفروض الذكاء الاصطناعي هياخد كل دوت وهيتكلم بنفس طريقتك وهيفكر زيك وهكذا. فربنا يستر بس، وان شاء الله كل ده يتحقق يعني. طبعا بعد القرار الغبي ده بدات اني اعمل الملفات بتاعتي ال HTML و CSS، وفتحت ال VS Code. وصراحه مش عارف ابدا منين ولا اعمل ايه، بس يعني ربنا يستر. فبدات في ال HTML الاول، طبعا الموضوع ما خدش وقت كبير قوي، يعني هو يومين. وبعدين دخلت على ال CSS، ومحدش يعني برضو يركز على الزرار قوي، لانه والله اي موقع في الدنيا بيكون شكله كده، بس تلاقوش انتوا في الاخر تنبهروا. المهم ابتديت ابرمج شويه في الزرار واظبطه وكده لحد ما عذبني. وبرضو ما غيركوش يا جدعان ان انا بعمل حاجه بيرفكت وحلوه قوي كده. يعني برضو لما باجي اعمل حاجه، الحاجه ديت بتبقى وراها مشكله. لما اجي احل مشكله يطلع لي مشكلتين، اعمل مشكلتين يطلع لي 4، اعمل 4 يطلع لي 1000، اعمل 1000 يطلع لي مليون، اعمل مليون يطلع لي. بدات ابرمج في ال HTML وال CSS وكده. والصراحه مش عايز اخلي الفيديو طويل، عايزه يكون مختصر جدا. يعني حرفيا هختصر لكم اسبوعين او اسبوع بالكتير. يعني هو كل الموقع كده بحاله كده، والذكاء الصناعي ده خد مني اسبوعين تمام. فانا بسجل الفيديو ده كله بعد اسبوعين اصلا ما خلصت الموقع. عموما ده بقى شكله في النهايه. نضيف بس ال HTML وال CSS ويلا بينا نبدا نجرب الموقع. هو ايه ده؟ اوكي نسيت بس يا جدعان احط جافا سكريبت. فتعالوا نشوف الموقع اللي انا تعبت عليه اسبوعين. حرفيا يا جدعان تعبت عليه اسبوعين، يعني اقسم بالله انا مش هستخدمه لاجع. بعد ما خلصته وشفت كل حاجه، يعني بصوا ما شاء الله تقدر تسمي نفسك. اول حاجه طبعا في بقى قوانين حطيتها كده صغيره حلوه قوي. اولا مش هخلي الذكاء الصناعي ده ابدا يديك كود ولا يديك كود واحد. ليه؟ انا اللي رزل يا اخي، ما بحبش ادي حد اكواد. يروح بقى شات GPT والجمال بتاعك ماليش دعوه. انا ده الذكاء الصناعي الجديد بتاعي اسمه موجو تمام. ثانيا لو حد شتمه مش هخليه يشتم ولا يهينه خالص، هخليه بس يحط له حدود، يعني ولا يهينك ولا يشتمك. بس برضه يعني مش في الاخر اتعب عليه اسبوعين تخش انت في الاخر تشتمه. ثالثا تقدر تساله عن يعني مثلا معلومات عامه، تقدر تساله عن البرمجه، تقدر تساله عن البرمجه ما فيش مشكله، لكن كود لا تمام. وفي حاجه برضه بالمناسبه عشان اللي ما يعرفش، يعني لما جيت ابرمج نسيت اقول لكم الحاجه دي. انا برضه استخدمت مكتبه من مكتبه اوبن راوتر تقريبا، مش فاكر اسمها، بس يعني هي مكتبه محترمه وكده، وان شاء الله تشتغل. بس لاني عذبتني عذاب يا جدعان، من يومين كاملين مش بشتغل على الموقع بسبب اللي هي بقول لكم الموقع يعني خد مني وقت الصراحه وشغل كتير وصبر، برضو محتاج صبر ومشاكل كتير جدا. بس صراحه النتيجه دايما لازم لو تتعذب لازم النتيجه تطلع زي. عموما انا عملت لينك للموقع خلاص وظبطته، وهتلاقوه تحت في الديسكربشن. اتمنى نسيت حاجه يا شباب، اكلمكم عن الزرار اللي بيتكلم نفسك. زرار كلم نفسك باختصار بيخش تدخل حاجاتك وبس وكلم نفسك. ما علينا نكمل كلامنا. اتمنى انكم تجربوه، وطبعا هتلاقوا في حبه مشاكل لان الصراحه الموضوع صعب قوي وكان معقد واول مره الصراحه يعني. وانا مش انا شخص واحد ما عنديش تيم اصلا يعني. احمدوا ربنا اللي فيه شاب مصري كده بقى، يعني يحترموا الشغل والحياه دي كلها وقدروا اللي انا بعمله. وان شاء الله في المستقبل هتلاقوا شغل اكتر من كده. وصح شباب، موقع مختصراتي ده برده مهم جدا جدا. ده عباره انك بتحط فيه كل لينكاتك بشكل مميز، اسيبه لكم برده تحت في الديسكربشن. وبس سلام.